أسامة متجوز وعنده بنت زي القمر اسمها فجر، ومراته اسمها عبير. أموره حلوة وكويسة ومستقر في شغله. فضل أسامة على الحال دوت لغاية ما الشركة بدأت تخسر وبدأت تصفي العمال وتسرحهم وادت كل واحد مبلغ يعيش بيه لغاية ما يدبر أموره. فضل أسامة يصرف المبلغ اللي خده، وبدأت الأمور تضيق ويدور على شغل. وفضل لما لقى شغلات مندوب مبيعات، شغلانة غريبة عليه بس اضطر يقبلها لأنه مفيش غيرها. ولما مسك الشغلانة كان بيغيب عن بيته معظم الوقت، سايب بيته ممكن بالنهار وممكن بالليل حسب ظروف شغله. مراته بدل ما تحمد ربنا انه قادر يكفيها ويكفي مصاريفها هي وبنتها، لا بدأت تشتكي انه سايبها لوحدها معظم الوقت. يوم أسامة كان في شغله والحنفية باظت، اتصل بيه واحد من السباكين اللي قالوا لها عليه. بدأت تتكلم وتبعبع وتشتكي عن حياتها. السباك اللي اسمه سيد سمعها في الأول وكان بيواسيها، وبدأ يجي لها كل فترة والتانية ويخش يقعد معاها شوية، لغاية ما البنت لاحظت في يوم الحكاية وقالت لها يا ماما هو الراجل ده بيجي لنا كتير ليه؟